ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ بحبكم في الله. يا صباح الفل، صباح الجمال، او مساء الخير حسب ما بتشوفوا الفيديو. يلا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نعمل وصفه النهارده جميله قوي وهتنفعنا في كل الاحوال. بصوا بقى، انا في الخلاط ده حطيت ايه؟ كوبايه ونص زيت، وكوبايه ونص لبن، وكوبايه وربع سكر. هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. الوصفه دي هتعجبكم قوي. وحطيت كمان معلقتين كبار نوتيلا. النوتيلا دي بقى هتخلي الوصفة دي رايحة في حتة تانية خالص، تحفة. وانا بجرب الحاجة قبل ما بنزلها على القناة عشان تبقى لها مصداقية وما يضرش اي حد. هنضرب بقى كل الكلام ده مع بعض، اللي هي كوباية ونص سكر، كوباية وربع سكر عشان حطيت معلقتين النوتيلا، كوباية ونص لبن، كوباية ونص زيت. تمام. عايزة اعزز اللون شوية عشان اللون فاتح معايا. هحط ايه؟ معلقتين كاكاو اسبين عشان اعزز طعم الشوكولاتة، وكمان اغمق اللون شويه. هنضرب بقى كل الكلام ده مع بعضه كده ضرب جامد. تمام. لو في، وهننزل بقى ايه اللي على جوانب الخلاط بالاسباتولا كده. وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عايزين ناكل حاجه حلوه و... والدنيا غاليه والاسعار بره غاليه قوي، فاحنا هنعمل حاجه في البيت سهله وجميله وبتتباع في المحلات باسعار غاليه جدا. خلاص. هاخد بقى كوبايه كده من الصوص اللي انا عملته، اللي هو الزيت على اللبن على السكر على على النوتيلا على كاكاو الاسبان. تمام. وهنزل بقى باربع بيضات. عايزه تحطي 3 ماشي، انا بحب احط 4 في الوصفه دي. 4 بيضات كده. تمام. في الخلاط. وهنحط كمان شويه الفانيليا، كيسين فانيليا كده او معلقه فانيليا صغيره. وهنضرب تاني في الخلاط اهو. بصوا، حاجة سهلة بسيطة كلها من البيت. يعني كل حاجة موجودة ان شاء الله في البيت، وعندكم الخير دايما يا رب. ربنا يحسن ما بين ايدينا وما بين ايديكم، ويجعلكم جدا في حياتي نعمة. وانا متشكرة جدا على الكام واحد اللي بيدعموني. متشكرة منهم جدا. نحط بقى ايه شعرة ملح صغيرة، ونحط كيس بيكنج باودر. انت بقى حسب البودر اللي انت بتحبيه، كيك شيف، تاكل ملوك، دريم، اللي انت عايزاه. هنزل بقى باللي في الخلاط على الخليط اللي ايه المواد الجافة اللي عندي. الدقيق حطيت 3 كوبايات لان انا عاملة الصينية كبيرة. لو انت هتعملي مقاس اقل من كده هتقللي في المقادير، بدل كوباية زيت وكوباية كوباية ونص كوباية ونص هتحطي كوباية بس. تمام. لو انت هتحطي معيار الدقيق اقل من كده، انا عاملة الصينية كبيرة اكبر صينية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. حاجه كده تحفه، حاجه كده جميله اهو. بصوا الخليط كده، انا مش بقلب جامد عشان انا مش عايزاه يبقى فيه نسبه هوا كتير. انا نسيت معلقه الخل مع البيض، هحطها عادي مفيش اي مشكله، ما تعقديش الدنيا حاجه نسيتيها. وحطيت كمان للامانه بره الكاميرا حطيت معلقتين ميه. عايزه تحطيهم لبن ماشي، بس انا حسيت ان القوام تقيل فحطيت معلقتين ميه. يعتبر معلقتين بالظبط ميه، بق ميه كده عشان يخف معايا بس السمك بتاعه شويه. عندي حبه زيت هدم بيهم الصينيه كده. بصوا دي اكبر صينيه في المقاس. وهنزل بقى بالخليط بتاعي كله كده. وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. متنسوش بقى لايك واشتراك وكومنت حلو عشان بحبكم في الله. و... وادعموني عشان ربنا يجعلكم كده في حياتي نعمة يا رب، ويجعلكم سبب في رزقي ورزق عيالي. بصوا حطيناها في الفرن في الشبكة اللي في النص على درجة 180. طبعا انا ما بولعش الفرن قبل ما بعمل الكيكه بكتير، لا يا دوبك بخلصها بولع الفرن سخن وبقوم حاطه الكيكه. لان انت لو سخنتي الفرن قوي وحطيتي الكيكه هتبصي تلاقيها علت ماشي، واستوت من تحت ومن فوق ومن جوه عجين. لا ما تعمليش كده. انا يا دوبك بسخن الفرن واقوم حاطه الايه الكيك على طول. تمام كده. او سقيتها بقى ايه، عملتها خرام كده بالشيش طاووق
وسقيتها بالصوص، كوبايه الصوص اللي انا كنت ايه راكناها على جنب. تحفه، تحفه بجد تحفه. بينزل بقى الشوكولاته دي كده ايه، بتنزل في الكيكه نفسها من مطرح كده ايه، الاخرام اللي انا عملتها بالشيش طاووق بتدي طعم بقى جميل. والنوتيلا طبعا اول مره انا اعملها بالنوتيلا، بس فعلا طلعت يعني وصفه حلوه. وحيد الله ولا اله الا الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دي بقى هتنفع معاكي فطار للصبح للعيال قبل ما تروحي المدرسه، مع كوبايه شاي اللي هم بيذاكروا. يعني جاي لك ضيف هتعمليها سريع، راح تضيفها عند حد ومعكيش فلوس تجيبي حاجه هتعمليها تاخديها معاكي. بصوا تحفه، هشاشان وطراوه وارتفاع في الكيكه ما اقولكوش. بصوا الشوكولاته بقى مسقيه بالشوكولاته تحفه. بص الشوكولاته نازله بقى ايه كده فيها ايه، سايحه، والارتفاع بتاعها وهشه جدا. يلا قومي هاتي الحاجه بتاعتها واعمليها، وفرحي عيالك بوصفه جميله وسهله وكلها من المطبخ. اهو بصوا الشوكولاته كمان في الصينيه من تحت اهوت، يعني شربت والباقي تحت اهوت لسه هتشربه اكتر لان هي عشان هي لسه سخنه. قولولي بقى ايه رايكم في الكيكه الحلوه دي، وابعتولي وقولولي الوصفة عجبتكم ولا لأ، ولو في وصفات انتوا عايزينها قولولي هعملها لكم. بصوا انا يعني من طعامتها وحلاوة مش عايزة اسيبها، من طعامة الكيك انا مش عايزة اسيبه. تحفة بجد، طعمها كان جميل. متنسوش بقى لايك واشتراك وكومنت حلو. بحبكم في الله. سلام.